بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهارده ان شاء الله انا شايفه انها حلقه جميله قوي. اتمنى ان انتوا تكملوها معايا للاخر. زي ما احنا شايفين كده، ده خضار مشكل طبعا، عباره عن بطاطس وجزر وبسله. عايزه تضيفي كوسه، تضيفي حاجه تانية زي ما انت حابه، بس انا هكتفي بدول بس. دي بطاطس طبعا مقشراها ومقطعاها قطع سميكه زي ما احنا شايفين كده. لازم تكون القطع مليانه، ما تبقاش رقيقه. بعد كده بقى دي بصله كبيره بشرتها، طبعا مش هصفيها من الميه بتاعتها بحالها كده. دي بقى ملح وفلفل اسمر وكزبره ناشفه، ومعلقه صغيره قرفه ومعلقه صغيره زنجبيل، ونص كيلو لحمه. زي ما احنا شايفين كده. طبعا الملح والفلفل الاسمر والكزبره دول اساسي. الزنجبيل والقرفه ده اختياري. ده بقى منديل الخروف. زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا لسه هقطعه. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي تحفه، خصوصا الناس اللي هي ما بترضاش تاكل الخضار. هتاكلوا الخضار في الوصفه دي من غير ما تحس كمان بطعمه. وصفه كلها غنيه وكلها فيتامينات. اتمنى ان شاء الله ان هي تعجبكم. نبدا نجيب كده مع بعض بقى اللحمه، وهحط عليها طبعا الملح والكزبره والفلفل الاسمر والزنجبيل والقرفه. زي ما انا قلت لكم الزنجبيل والقرفه اختياري، لكن باقي الحاجات اللي انا حطيتها دي اساسي. همسك بقى دلوقتي اللحمه وهدعكها كويس قوي، او هقلب فيها الملح والتوابل اللي انا حطيتها علشان تتشبع بيها قوي. لو انت عندك بهارات لحمه حطي، ما عندكيش مفيش مشكله. زي ما انا قلت لكم الاساس ملح فلفل اسمر كزبره ناشفه مطحونه. هجيب بقى البصله المفرومه، واقوم برضو مقلباها كويس قوي. طبعا بقى اللي انا غاسله ايديا كويس جدا قبل ما اعمل الوصفه دي. انت بقى عايزه تلبسي جوانتي، عايزه اقولك ان مش هينفع بالمعلقه، لازم هتقلبي بايديكي علشان تتاكدي ان المكونات كلها اتمزجت جامد مع بعضيها. كده خلاص. انا قلبتهم كويس قوي مع بعض. هضيف هنا عليهم بقى زي ما احنا شايفين كده. ثانيه واحده بس اجيب المعلقه. دي معلقه كبيره هحط فيها زي ما احنا شايفين كده. ده فول صويا مفروم مع فلفل احمر. هحط شويه كده على اللحمه المفرومه. دي بقى اختيار، علشان كده انا مرضتش اضيفها مع المقادير. لو انت حابه تعمليها اعمليها، مش عايزه تعمليها ما تعمليهاش. وصفه بصراحه كلها ما شاء الله، يعني مغذيه جدا جدا بس دسمه. يعني الناس اللي هي عندها مشاكل بقى في الدهون والكلام ده ما تاكلش منها. اشيل بس حته على جنب كده علشان بستخدمها في حاجه تانية. هجيب بقى الخضار اللي انا قلت لكم ان انا مقطعاه قطع، ده هبدا احطه على اللحمه المفرومه، وابدا اقلبه معاها كويس قوي بس بالراحه علشان مهريش البسله وانا بقلب. كده خلاص بقى خلصت. هجيب بعد كده منديل الخروف زي ما احنا شايفين كده، وهبدا اقطعه قطع مظبوطه. طبعا انا مش عايزاه قطع طويله عشان مش عايزه الف كذا لفه بالمنديل. يعني عايزه هي لفه واحده او لفتين بالكتير قوي. فاقطعه قطع متساويه. هتشوفوا دلوقتي شكل المنديل بعد ما ابدا اقطعه. على قد ما تقدري تخلي القطعة مربعة عشان يبقى شكلها حلو، او مستطيلة كده خفيف شوية. كده بعد ما قطعته زي ما احنا شايفين كده، ده شكل القطعة بعد ما قطعتها. هبدأ اجيب اللحمة المفرومة بقى بالخضرة اللي انا عملتها، وهبدأ احطها في منديل الخروف وهبدأ الفها. هلف بقى منديل الخروف كله اللي عندي بالشكل ده كده.
عايزه اقول لكم بقى، يا ريت الناس اللي يعجبها الفيديو بتاعي يا ريت تعملوا لايك وشير. وده بيكون دعم منكم طبعا علشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله. ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم دايما كل الفيديوهات. زي ما احنا شايفين كده الحجم ده كويس قوي في تقطيع منديل الخروف، بيبقى متساوي كده وشكله حلو معانا. هلف بقى الباقيين وارجع لكم تاني علشان ما اطولش عليكم. هي كده كده الكميه مش كتيره قوي يعني. كده خلاص انا خلصت زي ما احنا شايفين كده. في خطوه مهمه قبل ما اشيله بقى كده على جنب، هبدا اجيب المنديل زي ما انا قلت لكم احنا مش عاملين كذا لف على بعض. فهنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنجيب ونقوم جايبين خيط كده ونبدا نلفه علشان ما يفكش مننا وهو بيستوي. طبعا الخيط ده انا بفكه في الاخر خالص بعد ما اخلص السوا بتاعه قبل ما اقدمه. عايزه اقول لكم بقى ان الخضار اللي جوه اللحمه ده هيشرب من الدهن اللي نازل من منديل الخروف، هيبقى طعمه تحفه تحفه تحفه. هقفل بس كده كويس اهو بالشكل ده كده. هعمله بقى كله كده. كده خلاص انا خلصت المنديل، حشيته باللحمه والخضار زي ما احنا شايفين كده. هركنه بقى كده على جنب، واجيب البطاطس اللي انا قلت لكم ان احنا هنقشرها ونقطعها قطع كده سميكه، وهبدا احط عليها ملح وفلفل اسمر وكزبره. بس عايزه تحط عليها بهارات حطي، مش عايزه ما تحطيش. هي بصراحه هتبقى تحفه 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 في الوصفه دي، لان البطاطس اكتر حاجه بتاخد من طعم الاكل. هبدا بقى اقلبها كده كويس قوي. هنقلبها بقى كويس قوي، وهضيف عليها بصله متوسطه كده واقلبها معاها. وبعد كده هجيب الصينيه اللي انا هعمل فيها الطرب هنا بقى انا مش هدخله في الفرن، انا هعمله على البوتاجاز من فوق. طبعا انا قطعت البطاطس سميك علشان عبال ما الطرب يستوي ما تكونش هي اتهرت، تبقى مستويه وحلوه كده وماسكه نفسها. هجيب بقى الصينيه اللي انا هعمل فيها الطرب وافرش البطاطس كده في الارضيه، وهبدا ارص فوقها الطرب بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ودي لحمه فضلت مني بالخضار، صبعتها كده زي الكفته بالظبط وحطيتها على الوش، وهحطها على النار. مش هضيف عليها اي اضافات تانية خالص، ونشوفها مع بعض. شايفين كده الطرب استوى، وشايفين البطاطس استوت من الدهون اللي نازله من الطرب. كده خلاص بقى انا شلت الطرب من الصينيه بعد ما استوى، قمت محمراه لوحده كده في الطاسه، وبعدين رجعته تاني فوق صينيه البطاطس. وهبدا احط هنا فحم بقى علشان اديله طعم الشوي الجميل. عايزه اقول لكم بقى ان الريحه مغرقه الدنيا ما شاء الله، جميل جميل جميل. البطاطس طبعا استوت على الدهون بتاعه الطرب فبقت تحفه هي كمان. هوريها لكم هي كمان دلوقتي. هقفل عليه بس كده عشان ياخد بقى من الفحم. حاجه منتهى الجمال، بسم الله ما شاء الله. طبعا الاكله دي بقى بنعمل معاها كبده وبنعمل معاها سجق. شايفين الجمال؟ طبعا البقدونس مهم قوي قوي مع اللحوم اللي فيها دهون بالذات. وبكده خلاص انا خلصت، وصلت معاكم للنهايه. بصوا ده شكل البطاطس بقى، شايفين دي الدهون اللي نازله من الطرب؟ شايفين الجمال ما شاء الله. اتمنى لو الحلقه عجبتكم تعملوا لي لايك وشير، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات. شايفين بسم الله ما شاء الله البطاطس استوت حلوه قوي قوي وماسكه نفسها علشان انا قطعتها قطع سميكه. عايزه اقول لكم طعمها تحفه تحفه تحفه.